كل المصالح بنقابل شخصيات. أولهم طبعا شخصية العصفورة، ودي ودن وعين المدير. وفي المطبلاتي، وده الفاشل في المكان، مش بيعرف يعمل أي حاجة وبيرجع لزمايله علشان يساعدوه. أما بقى صاحب الواسطة، وده دلوع المكان. ومننساش حمار الشغل اللي هو الجندي المجهول، وده بصراحة المظلوم أو المفقود في المكان. خلينا نتكلم عن شخصية العصفورة الأفعى الموجودة في كل مكان. أحب أوضح إن لقب العصفورة هو مصطلح شعبي مصري اتقال على الناس التافهة النمامة الضعيفة. الناس دي سريعة وخفيفة الحركة، وصوتها هادي وخفيف، ودي صفة العصافير. هتلاقيهم موجودين في التجمعات المهمة، ودايما بيسألوا كتير علشان يجمعوا المعلومات ويألفوا القصص والحكايات ويضخموا المواضيع والأحداث، وفي النهاية هينقلوا الكلام بشكل مخيف. الغرض من ده هو إثارة المشاكل والبلبلة. بيجروا بسرعة، بيبخوا سمهم في ودن مدير فاشل وضعيف. الناس التافهة بتمثل البراءة، لكن الحقيقة هم شياطين. فرستهم هم الناس الناجحة، نجاحهم بيرعبهم. رسالتي لكل عصفورة: الكرسي مش بيدوم لحد. انتوا خلاص بقيتوا مكروهين ومعروفين. انتوا في الأساس مش متشافين. لازم تعرفوا ان اي شخص ناجح مش هيركز معاكم في التفاهات، لانه دايما مشغول بالانجازات. فخلوا بالكم، الرمح غالي والفريسة ذبابة. وسلامي لكل عصفورة.